شوف البنات اللي بتسهر للساعة 1 و2 و3 بالليل، دي حرية شخصية ولا دلع من الأب؟ لا دلع من الاب. دلع من الأب. ايوه. سهر الساعة 2. لا سهري. لا دلع. دلع. لا، حرية شخصية. شخصية. اه سهر الساعة 2. ماشي. لا، 6 الصبح ماشي. البنات اللي بتسهر للساعة 2 3 بالليل، قلت الأدب. شايفة دي حرية شخصية ولا دلع ولا قلة أدب؟ قلة أدب. قلة أدب. اه. صريحة. قلة أدب. قلة أدب. حرية شخصية، بس أنا كأب للبيت يعني أمشي البيت زي ما أنا عايز، فاهم؟ في غيري ممكن يبقى شايف الموضوع عادي، فإحنا مالناش دعوة، فاهم قصدي؟ قلة أدب ولا حرية ولا؟ قلة أدب. قلة أدب. اه. أنت بتسهر مع بنات الساعة 2 3 بالليل؟ لا لا فين فينك؟ لا والله أبدا. بتشوف البنات اللي بتسهر بره للساعة 2 و3 بالليل، حرية شخصية ولا قلة تربية ولا دلع؟ هو بالنسبه للعادات والتقاليد المصريه فما ينفعش تبقى حريه شخصيه خالص. اه، عشان كلام الناس يعني وكده. لا، هي عدت قله الادب بمراحل. يعني هي مفيش رباية اصلا، مش رباية خالص. مفيش رباية خالص اصلا. انت شايف سهر البنات ل 2 3 بالليل ده قلة أدب؟ قله ادب وعدم تربيه اصلا. سهر الساعة كام؟ 4 اخري. اخرك 4. لا هو بنت ناس والله. يعني انت لما تبقى اب ويكون عندك بنت هتسيبها تصل للساعه 2 3 بالليل؟ أنا كإسلام لا. انت كاسلام لا. ليه؟ انا مستحيل انزل بعد الساعه مثلا 10 بالليل، أنا اخري في البيت الساعه 10 بالليل. تمام، ده كان بالنسبه لي انا. لكن البنات اللي بتسهر لحد الصبح وبتقعد بقى كافيهات يعني وكده بيتقال عليهم كلام مش كويس. لما تتجوز وتخلف ان شاء الله ان شاء الله بنتك اخرها تصل للساعه كام؟ الساعه 8. 8. اخرها 8. 8. ايه الكلام اللي بيتقال عليه؟ كلام مش كويس، كلام يعني. ما ينفعش اقوله. اه يعني واحده كده مش كويسه، واحده شمال، حاجات كده. الاب بقى اللي بيسيب بنته تصل للساعه 2 3 بالليل، هو يا اما باباها مش موجود، مثلا باباه متوفي او عندهم ماشي الحياه بيس. تمام. يا اما يعني هي العيله واخده على كده. ماشي. او ممكن مثلا ما فيش رقابه، او مامتها مثلا متغيبه، ممكن مامتها تبقى مربيها بس هي مش عارفه ان مامتها. بتدور على اي حاجه. الاب اللي بيسيب بنته تصل ل 2 3 بالليل تقول له ايه؟ الاب اللي بيوافق على كده؟ لا طبعا. بقول له هو كلمه مش كويسه طبعا. الاب موجود والاسره موجوده بس عادي يعني الدنيا حلوه. لا، الاب ما عندوش شخصيه اساسا. الاب اللي بيسيب بنته بتسهر بقى بنقول عليه مالناش دعوة برضه. مالناش دعوة بيها. مالناش دعوة برضه. دبلوماسي انت. اه. توجيه رساله للاب اللي بيسيب بنته بتصحى للساعه 2 3 بالليل. الله يكرمك. الله يكرمك. يا ريت يبقى عندنا نسخ كتير من اشكالك. هتوجهي رساله للاب اللي بيسيب بنته بتصحى للساعه 2 3 بالليل؟ خلي بالك من بنتك. رساله للبنات اللي بتسهر في الشارع لحد الساعه 2 3 بالليل. يعني هو انتوا يعني شكلكم بيبقى وحش جدا جدا يا جماعه. يعني انا كواحد من الناس او من الشباب، اي واحده بشوفها يعني الساعه 12 بالليل مش 2 بالليل، بص مش متربيه، واستغفر الله العظيم، يعني حاجه زباله. طيب هتوجه رساله بقى للاب اللي بيسيب بنته في الشارع 2 3 بالليل. قولوا خلي بالكم عيالكم، خلي بالكم احنا دلوقتي كشباب يعني ما يعني بالظبط معنى صح، يعني ما حدش له امان، ما حدش له امان في الدنيا دي. بيبقوا ماشيين مع بعضهم، ما فيش حاجه اسمها اصحاب. يقول لك واحد وبنت اصحابه مش عارف ايه، ده معاهم من ابتدائي، ما فيش حاجه اسمها كده.